حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايه لكم فيديو حلو قوي وسهل وبسيط كده. هنعمل مع بعض قرص اقتصاديه كده وسهله وموفره وسريعه ومكوناتها موجوده عندنا في كل بيت. قرص يومي كده واقتصاديه جدا ومكوناتها موجوده عندنا في كل بيت من غير لبن بقى ولا زبادي ولا اي حاجه. هنعمل قرص العذراء. بما اننا كده في صيام العذراء، كل سنه وانتم طيبين. انا هعمل 2 كيلو من الدقيق، نخلتهم حلو قوي وهركنهم كده على جنب. هنا هنعمل الخميره بتاعتنا. ال2 كيلو بياخدوا كوبايتين من السكر، هحط لهم كيسين من الخميره الفوريه او معلقتين كبار. تمام كده. وهحط عليهم كوبايتين من الميه الدافيه. اهم حاجه تبقى ميه دافيه عشان تشغلي الخميره. يبقى كوبايتين من السكر. حلو قوي قوي ويبقى مظبوط. حابه تزودي سكر وتحطي على الكيلو كوبايه ونص براحتك، بس انا بالنسبه لي كان المقدار ده حلو قوي. كوبايتين سكر، كيسين خميره وكوبايتين ميه دافيه. هقلبهم حلو قوي قوي كده وهغطيهم وهسيبهم على جنب. هنا هنشتغل بقى في الدقيق. دول 2 كيلو زي ما قلت لكم، نخلتهم حلو قوي. انا هحط لهم سمسم، ده اختياري براحتك، مش عايزه تحطي تمام مفيش مشكله. حطيت لهم 4 معالق سمسم، حطيت كيس بيكنج باودر وحطيت كيس فانيليا وهحط كمان زبيب. في ناس بتحشيه زبيب، بس انا المره دي بقى انا كنت بحشيه، بس انا المره دي كده هحط بقى في العجين كله زبيب كده عشان ايه؟ يبقى طعمه حلو. انا بحب قوي الزبيب في العجين. لو انت مش عايزه تحطي زبيب ما تحطيش براحتك مفيش مشكله. وحطيت رشه بسيطه خالص من الملح ومعلقتين كبار كده من الخل عشان يبقى ايه العجينه معايا هشه وحلوه. ال2 كيلو دول هحط لهم كوبايتين من الزيت. اهو كوبايتين مليانين كده من الزيت. المقدار سهل وبسيط ومظبوط معايا وكان زي الفل. قرص اقتصادية خالص كده وسهلة وما خدتش مننا وقت ومكوناتها متوفرة عندنا في البيت، يعني حاجة كده ما فيش احسن منها. انا بقى ايه بايديا كده هفضل افرك في العجين كده، والزيت الدقيق والزيت عايزه كل الزيت كده يتغلغل كده في الدقيق بتاعي، يتشرب كده ويبقى ناعم معايا. اهو زي ما انت شايفه، زي ما بنعمل الكحك هنعمل القرص. عايزه كده كل الزيت اللي انا حطيته كده يتشرب من كل الدقيق بتاعنا. ده الخطوه دي مهمه، بتنعملي كده القرص وبتخليها حلوه قوي. هفضل كده فصلت بقى الكاميرا وايه وعملت كده الخطوه دي كده مع نفسي. وهنا هحط بقى الخميره بتاعتي. دول زي ما قلت لكم الخميره انا كنت حاطه فيها كوبايتين ميه، هتحتاج ميه تاني هزود. تمام. اعجني كده بالراحه وبراحتك، وواحده واحده كده زودي الميه. طبعا كل دقيق بيختلف عن التاني، كل دقيق حسب ما بياخد ميه قد ايه. فانا زودت ايه، حطيت الاول الكوبايتين اللي كنت حطاهم مع الخميره، وهفضل اعجن كده زي ما انتوا شايفين. العجينه دي القرص دي عايزه عجن كتير. كل ما تعجني انت بتخدمي العجينه وبتخلي القرص تطلع معاكي هشه وحلوه قوي. انا مش عارفه اعجن كده جوه الطبق، فانا هنزل كمان على الرخامه عشان اعجنها معاكم، واعجنها كده كويس قوي واخد ودي كده عشان ايه تتعجن معايا حلو. هنا انا لقيتها محتاجه ميه كمان زي ما قلت لكم، فزودت كوبايه كمان. فزي ما قلت لك الدقيق ده حسب يعني حسب نوع الدقيق بتاعك بياخد ميه قد ايه. هي تقريبا خدت معايا حوالي 3 كوبايات ونص من الميه، او 3 كوبايات وربع حسب برضو الدقيق بتاعك. هنا عشان الطبق كده كان صغير معايا، فنزلت بيها على الرخامه بتاعتي نظيفه وزي الفل ومغسوله. فهعجن بقى كده حلو بايديا الاتنين زي ما انتوا شايفين كده. هنزل كده بكوبايه الميه التالتة دي. اول حاجه حطيت كوبايتين اللي كانوا في الخميره، ودي كانت تالت كوبايه. هتحتاج ميه تاني حوالي ربع كوبايه نص كوبايه. وهحط لها، انا عايزه العجينه تبقى ناعمه كده وما تبقاش ايه يابسه كده في ايدي، لا انا عايزاها تبقى ناعمه وحلوه كده، بتديني نتيجه حلوه. اهم حاجه زي ما قلت لك تفضلي تعجني فيها كويس كده بايديكي، راحه جايه راحه جايه كده. 10 دقايق ربع ساعه عجني فيها زي ما انت عايزه. اهم حاجه تعجني حلوه عشان تديكي نتيجه حلوه. هنا بعد ما عجنتها انا فصلت كمان الكاميرا وقعدت اعجن ايه براحتي. هنا حطيت رشه بسيطه كده من الزيت. حطيت كده بقى رشه حلوه، يعني حاجه بسيطه كده من الزيت في الطبق، وهغطي بيها العجينه بتاعتي وهسيبها ساعه كده تخمر. تمام كده هغطيها وهسيبها على جنب كده ساعه، وهرجع اوريكم هنعمل ايه كمان.
العجينة حلوة خالص خالص معايا عشان احنا خدمناها في العجن، دي اهم خطوة. بصي الزبيب كمان باين كده، بجد بتبقى حلوة قوي. هنا بعد ما عدى ساعة كانت خمرت معايا وكانت حلوة وهشة خالص. عندي هنا الصواني بتاعتي ما دهنتهاش اي حاجة، لاني طبعا العجين فيه كمية زيت حلوة. هكور كده القرص بتاعتي. عايزة تعملي كور اصغر من كده تمام، برضه هتديكي نتيجة حلوة. الحجم اللي انت بتحبيه، عايزاها قرص صغيرة كبيرة كده زي ما انا عاملاها يعني. دي كده كانت في حجم كده البرتقانة الصغيرة، عايزة تصغري عن كده كمان تمام. انا عندي هنا السجان بتاعتي زي ما قلت لكم مش دهنها اي حاجة، لان العجين فيه كمية زيت حلو. هحط كده بقى، هكور القرص بتاعتي كده وهرصها في كل الصواني. هخلصها وهسيبها كمان تخمر. يعني في مرحلة تانية، اول مرة سيبناها ساعة، تاني مرة بعد ما هكورها هسيبها نص ساعة. هسيبها نص ساعة كده في الصواني بتاعتي، وهغطيها وهسيبها نص ساعة تخمر. خلي بالكم من الخطوات، هتاخدوا احلى قرص واحلى نتيجة والله. اهو بسويها حلو قوي كده، حجم كده كورة حلو مناسب. وهنا خلصت بقى كل الكمية بتاعتي اهي، رصيتها كلها في الصواني، وهغطيها بقى وهسيبها زي ما قلت لكم نص ساعة، وهنرجع بقى نفردها وهنسيبها كمان تخمر تاني. بصوا الزبيب، بقول لكم بصوا الزبيب باين فيها كده وحلو قوي. هنا بعد ما سبتها نص ساعة كمان كانت خمرت اهي وعليت معايا وحلوة خالص، وتبقى كمان سهلة في الفرد لما تيجي تفرديها يعني تقو... تبططيها كده وتعمليها قرص اهي زي ما انت بصي، سهله خالص وبتتفرد معايا كده بكل سهوله. اهم حاجه تسيبي مسافه كده حاجه بسيطه عشان القرص ما تلزقش في بعض. هي بصي بتتفرد معايا بكل سهوله والله، وحلوه خالص خالص تمام. ولو حسيت ان في واحده قريبه هشيلها واحطها في صينيه تاني. يعني عايزه اقولك ان الصينيه دي انا شلت منها كور وحطيتها في صينيه تاني اهو. كنت بشيل كده واحط في صينيه تاني لما الاقي مفيش مكان، يعني بلاقي خدت مساحه. بصي دي هيبقى حجم القرص بتاعتي. عايزه تصغريها عن كده تمام، هتديكي برضو نتيجه حلوه خالص، وهتديكي كميه حلوه كمان. ده كان اول صاج فردته. هخلص برضو بقيه الكميه وهسيبها تخمر ساعة. هسيبها ساعة المرة دي بقى، هسيبها ساعة. لما كورتها وخليتها كور سبتها نص ساعة. اول مرة سبتها ساعة، تاني مرة نص ساعة، تالت مرة كانت ساعة. هغطيها برضو وهسيبها ساعة، وهنرجع نشتغل فيها تاني. هندخلها بقى الفرن. اهم حاجة يبقى فرن دافي، تبقي مشغلة الفرن كده قبلها ب10 دقايق بربع ساعة كده، وتسيبيها تسيبي الفرن كده يسخن. بصي عليت، بوريكي هي عليت وبقت حلوة ازاي. هنا بقى بعد ما دخلتها الفرن، انا ما كنتش بشغل الشوايه. لو انت عندك الفرن بتاعك لازم تشغلي الشوايه، يعني بيشتغل من فوق وتحت تمام. انا ما كنتش بشغل الشوايه، فكان بشغل من تحت بس. وده كان شكلها وسمكها بصي حلوه وهشه وقطن من جوه، ومش عايزه اقولك بقى ريحتها وطعمها حلوه خالص ازاي. بجد والله كانت ناجحه وقرص اقتصاديه وسهله وبسيطه. اتمنى تجربوها وتعجبكم، وتقولوا لي رايكم تحت في التعليقات. لو انت كده عيله بقى اعملوها مع بعض بألف هنا وشفا. يا رب طريقتي تكون بسيطه وتكون عجبتكم. وكل سنه وانتم طيبين، وتعيشوا لكل سنه وتعيشوا وتعملوا. وما تنسونيش بقى بلايك حلو منكم وتعليق كمان حلو منكم. بصي الكميه ال2 كيلو عمل لي كميه حلوه قوي، ولو كنا كمان صغرنا القرص كانت هتطلع كميه حلوه قوي، بس هي كده الحجم ده كان مناسب يعني. اشوفكم بقى في فيديو جديد. بقول لكم بصوا كمان شكل الزبيب حلو قوي. اشوفكم بقى في فيديو جديد، واقول لكم مع الف سلامه وبالف هنا وشفا يا رب. سلام.